ولا يستقبل. يعني ما هو مستقبل المغرب الكبير الآن في نظرك هشام؟ المغرب الكبير في نظري يبنى من خلال الشعوب، والحجرة العائقة اللي راهي تعيق بنفسه هي الجزائر. الجزائر عندها عقدة من المملكة المغربية، هذا من جهة. أنا نشوف من خلال جريدة المجاهد البارح أو الأمس تقول بأنه النظام الجزائري يشترط فتح الحدود بالجزائر. يعني جريدة المجاهد كان هو الرد الرسمي للجزائر في قضية فتح الحدود مع المغرب يعني. ايه يعني المغرب الجزائريين لهم كرامتين، كرامة الجزائريين مداسة يوميا من طرف حكامها وليس من طرف المغرب. كرامة الجزائريين مداسة لما يحكم فيهم رئيس يحقرهم وما يتكلمش معاهم، رئيس حقار به بخوه، هذه كرامة الجزائريين مداسة ماشي من طرف المغرب. لكن من الجهة المقابلة ما الذي لا يجب أن يقدمه باقي الرؤساء وباقي الملوك يعني حتى لا نترك اللوم كله على الجزائر يعني؟ يا أخي أنا مش نشوف شكون راهو يتلام، لا تونس ولا ليبيا راهي في وضع يعني معروف عليها. هي المغرب في الحقيقة ما بين ثلاث دول، الجزائر تونس والمغرب. الجزائر اللي جات في الوسط هي اللي راهي خلقها المشكل، هي اللي راهي غالقة الحدود ما بين الجزائر والمغرب، واللي غالقينها مولودين في المغرب وأملاكهم في المغرب، وعنده لما يموت لهم واحد يمشي يدفنوه في المغرب. أهمنيك وساجنين الجزائريين جاء عليهم الجزائر سجن كبير، ما يخلوش الجزائريين يتنفسوا ويمشيوا يعيشوا في على الأقل يشربوا قهوة في وجدة أو في فاس أو في مكناس. أهمنيك ساجنين الشعب الجزائري بوتفليقة وجماعته اللي هما من مواليد وجدة، والموتفليقة اللي كان حامل جنسية المغربية، وكان لما حب يدخل في الشرطه المغربيه رفضوه لانه قامته قصيره خصوصا 2 سنتيمتر. يجي اليوم يغلق الحدود مع المغرب ويتكلم لي على كرامه الجزائريين. كرامه الجزائريين داسها بوتفليقه وخوه وجماعته والشرذمه اللي راهي تحكم معاه.